ويلكم باك في الجزء الثاني من تحدي فورمة في 200 أسبوع قبل ما نموت من الجوع. وعلى سبيل الإكزامبل معانا ومعاكو الكوتش علاء الدين والكوتشة ناتاشا توفيق عكاشة. يلا نبدأ. دي اقوى واهم تمرينه لو انت بتلعب في جيم ميكس وعايز تسقط وتغيظ الاكس، اما غير كده شكليات. وقبل ما نخش في الجد ادوني وان لحظه مع احترامي لافري حد في لقمتين في زوري ولازم اقولهم، تعتبروهم بقى رساله تعتبروهم تويته زي ما تيجي. بالنسبه للاخوه اللي بتفخم في القهوه بيقولوا اهم روتين قبل التمرين، عادي مفيش مشاكل بس مش هرموني يعني. اما بقى بالنسبه للاخوه التانيين اللي جامدين جمدان السنين وبيقول لك اهانه للقهوه انك تحط له سكر على سهوه، احب اقول لك لا يا حبيبي، القهوه عادي تشربها ساده تشربها زياده، المهم تشربها وانت ساكت. ودي لقطة بظروفها كده من الكواليس بعنوان انت شبه جورجينا بس انا مش شبه كريستيانو عشان العب مكانه. ودي يا كريم يا مهدي. طب احلفلكوا بايه وما إلكوا عليا حلفان انها حكمة وجدي قالها من زمان. قال لي يا ابني اول ما تخش الجيم مبتدئ صعب تلعب صح، المهم انك تسمع على جسمك اول ما يقول لك اف اح. قلت له قال له يعني ايه يا جد؟ قال لي يعني ينحرج التمرين، لما تتعب ريح يومين واوعى تقول لحد اللي بنيته عمره ما هيتهد. فيعني من وجهة نظري الشخصية بالنسبة لذلك الجزئية الدرس المستفاد هو انك تخفف لعب وتوزن صح. وهنا بحكي لها قد ايه الجيمات متطوره عندنا في فاجوس بس ممنوع فيها تمارين الجلوتس. اوبا الوجع دي حسد بس انا لسه اسد، البنت دي كانت حاطه اوزان بالسالب ولا ايه؟ وهنا فرحتها كأجنبية مش عادية لما جاوبتها على السؤال اللي حور العلماء لما سألتني ازاي الفراعنة بنوا الأهرامات، قلت لها كانوا بياخدوا ستيرويد وهرمونات. خلصانة المصري ما بيخافش ولا يقول ما اعرفش. طبعا الناس اللي متابعة عارفة ان الفيديو ده الجزء التاني من تحدي الفورمة في 200 اسبوع. عدى شهرين من التحدي وانا بلعب كده على جد، باجي كل يوم اسمع اغاني وعاكس. فمنعا عن الاحراج محدش يسالنا على انجازي عشان لسه في عالم موازي. المهم الثقة، انا ممكن اقنع اي حد اني مستر اولمبيا بس البجرام هو اللي حرامي. نروح بعيد ليه عليا اليمين ومن غير ما احلف عشان ما بقيت كداب وبلحد ان انا اقنعت الغلبانه اللي قدامكم دي ان فاجوس انجلوس احسن بلد في العالم، وفهمتها ان اي موضه هتلاقيها حدنا موجوده. على سبيل المثال الحلقه الكابوريا رجعت تاني بس العيال بيقولوا عليها تقريبا مشروم هيد. ففاجأتني بسؤال من بره المنهج وحقيقة بهنج بس اتصرفت. قالت لي ايه اخبار السوشيال ميديا حداكوا؟ ده سوشيال ميديا بخير بتسلم عليك مالها. قالت لي لا ابدا، ده زي ما انت عارف ان هي مدربه اوفلاين فبفكر اقدم برنامج بالعربي بس للبنات مش ميكس. قلت لها ليه والشباب مالهمش نفس؟ فقالت لي اصل البنات هنا بتاخد محفزات تهد الحيل اما عيدكم كلهم ستيرلينج بس ناقصين محاليل. فشرحت لي البرنامج بعنوان كيف الفتيات يصبحن شاسيهات، فتابعوها يا جماعه. لو انتوا فهمتوا ده اعلان، ايوه اعلان جاب الثمن من زمان. سلام عليكم.